السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله غادي نبداو واحد السيري ديال لي فيديو على الريغولاسيون بي اي دي. غادي نشوفوا شنو هو الكونترول دو بروسيس والاهميه ديالو، وايضا كيفاش كيخدم، كيفاش نقدروا نتحكموا في هذا البروسيس بالاضافه لي زيكواسيون اللي كنخدموا بهم. وهذا الشيء غيخلينا نتكلموا على شنو هو البروبورسيونيل، الانتغرال والديريفي، وناخذ فكره على الكونترول بي اي دي. وغنديروا ان شاء الله شي تي بي على البي اي دي في تيا بورتال وكيفاش كدار لا كونفيغوراسيون. اذا على بركه الله نبداو. كنت اول مره كتشوف هذا الفيديو ما تنساش دير ابوني باش يوصلك اي جديد حطينا في لاشين. انا عارف بلي ديجا سمعتي على البي اي دي كنترول، والبي اي دي هي سون دي زيكواسيون اللي كيمكنونا اننا نديروا واحد النظام تشغيل على قيمه محدده. على سبيل المثال عندنا هاد ليكزومبل بغينا نحافظوا على التدفق ديال الماء ولا الديبي اللي عندنا في هاد البايب، ونحاولوا نديروه تقريبا بواحد 4000 لتر بارور. اولا نشرحوا بعدا البروسيس. فهاد البروسيس هذا عندنا اون بومب اللي كتدفع لينا الماء، وعندنا واحد لافان، هادي سيت فان ريغولاتريس. بالنسبه لي فان ريغولاتريس راه ديجا حطيت واحد الفيديو عليه، ان شاء الله غادي نزيدو مازال نشوفوا دي تيب اخرين. اللي شفنا هو اون فان ريغولاتريس بنوماتيك، تجيبها الفرصه ان شاء الله ونشوفوا دي فان اخرين. يمكن لك ترجع للفيديو، نخلي لكم في الديسكريبسيون اللي بغى يتفرج فيه. المهم نكملوا. وعندنا واحد دي بي متر اللي كيقرا لينا شحال ديال الديبي دايز عندنا في ديك لا كوندويت. هنا في هذا البروسيس عندنا هاد لافان هادي هي باش كنتحكموا في الديبي اللي بغينا ندوزو، حيت كنعطوها واحد البورسونتاج ديال لوفيرتور والفيرميتور. وداك الديبي اللي دايز عندنا في لا كوندويت كيقرا علينا داك الترانسميتور ديال الديبي وكيصيفط لنا لي دوني. من هنا يمكن لينا ناجيستيو داك الديبي اللي بغينا عن طريق اننا نقراو من الترانسميتور ونتحكموا في لوفيرتور والفيرميتور ديال لافان. فهاد الحاله اللي عندنا لوفيرتور والفيرميتور ديال لافان كدار مانيول عن طريق لوبيراتور، يعني كتكون عندنا واحد الاتش ام اي كيدخل ليها لوبيراتور لي دوني وكيبقى مسويفي. يعني حنا نعتبروها ان كدار مانيول، يعني انا كندخل واحد لا فالور وكنشوف طلع عندي شويه كنشوف الديبي اللي عندي كمثال باقي ما وصل لي 4000، كنزيد كنعطي مازال واحد البورسونتاج لافان باش تحل. وصل لي هذيك لا فالور راه مزيان، الا جاب الله فاتها كنعاود تاني نعطي واحد البورسونتاج في الفيرميتور ديال لافان حتى نطيح في واحد الديبي اللي ستابل اللي بغينا حنا كمثال اللي هو 4000 لتر بارور. دونك يعني لوبيراتور كيبقى مسوي في هذا البروسيس هذا. اذا في هذا البروسيس خصنا نعرفوا ثلاثه د الحوايج اللي مهمين، اللي هما البي في اللي هو البروسيس فاليو، وعندنا الام في اللي هو المانيبيليت فاليو، وعندنا الاس بي اللي هو سيت بوينت ولا لا كونسين. هاد ثلاثه الحوايج مهمين خصنا نعرفوهم. لوبجيكتيف عندنا حنا شنو هو ان البي في خصها تساوي لي الاس بي، يعني داكشي اللي عندي في السيت بوينت هو اللي خصني نقرا من الترانسميتور. اذا كيفاش نخليو هذيك البي في كتساوينا الاس بي؟ حيت كيكونوا عندنا بعض العوامل الخارجيه اللي تقدر تاثر على هذا البروسيس. اذا الاحتمال انه ديال السيت بوينت كتخالف البروسيس فاليو راه ممكن، وهذا الاختلاف هو ليرور، كيتسمى ليرور اللي كيساوي لنا الاس بي موان البي في. الاشكاليه هو انه الا بدينا كنلعبوا على داك ليرور باش نقصوه ولا نجيبوه يساوي زيرو بمانيير ان لوبيراتور يبدا يزيد في لوفيرتور ديال لافان وينقص، بحد ذاته راه مشكل. تصور يكون عندك بزاف ديال لي بروسيس، شحال من اوبيراتور خاصو يبدا قابل لك هادشي. اذا شنو هي الطريقه اللي تخلينا نقصوا هاد ليرور ولا نخليوه كيساوي زيرو؟ بالاضافه انه خصو يكون تلقائي ولا اوتوماتيك. في هذه الحاله كتكون واحد التحكم، كديروا العمليه حسابيه باش تسيبريمي لينا داك ليرور، وهاد العمليه كتسمى الكونترول لوب ولا البوكل دو كونترول. في هذه الحاله غيولي عندنا داك الكونترولور هو اللي غيدير لنا الخدمه ديال لوبيراتور، بمعنى انه غيبقى يتحكم لينا في لوفيرتور والفيرميتور ديال لافان انطلاقا من دوك المعلومات اللي كيجيوه من الترانسميتور ديال الديبي. وهاد العمليه كتسمى الفيدباك. اذا الاخوان حتى لهنا كلشي مزيان، نكملوا. اذا هنا واحد التحكم كتحل لنا واحد المعادله تسمى خوارزميه التحكم كنترول الغوريثم، كتكون مبرمجه فيه. وهنا الا كان ليرور صغير
الكونترولور خاصو يدير واحد لا كوريكسيون صغيره، والعكس صحيح. يعني الا كان ليرور كبير خاص لا كوريكسيون كتكون كبيره. غنشوفوا في هذا ليكزومبل عندنا بي في مقارنه مع الام في. في هذه الحاله عندنا في هذا ليكزومبل هذا عندنا الام في كونستانت، كذلك البي في كونستانت. دابا غنشوفوا الا زدنا واحد 10% في لوفيرتور ديال لافان، غتكون عندنا كذلك واحد الاستجابه من الدي بي متر ديالنا. نزيدو نشرحوا شويه. في هذه التجربه عندنا ليطا انيسيال هي 60%، الدي بي ديالنا فيه 60%، ولوفيرتور ديال لافان عندنا فيها 40%. غادي نوصلوا لافان ل 50%، كيدوز واحد لوطون صغير، كيتزاد عندنا الدي بي وكيوليو بجوجهم كونستانت. وهاد العمليه كلها كتسمى التنظيم الذاتي اللي هو سيلف ريغولاتين بروسيس. المهم لونغلي شويه راه مقشقجه، صبروا معنا مزيان. دابا نزيدو نشرحوا شويه. دابا لافان عطيناها 50%، وكيف ما تيبان لينا انه الديبي راه تعطل واحد شويه، يعني ما رياجاش سير بلاص، داز واحد الوقت اللي كيتسمى ديد تايم ولا لو طون مور. هاد الوقت الميت في هاد الحاله عندنا هو 4 سكوند، وكذلك الدي بي استقر عندنا في 67.5% تقريبا. اذا اش الخلاصه اللي نخرجوا بها من هنا هو انه ديك 10% ديال لوفيرتور ديال لافان عطاتنا واحد الدي بي ديال 7.5% في معدل ديال التدفق. وهاد لي دوني هادو كنخرجوا منهم واحد الفاكتور اللي كيتسمى البروسيس كان، اللي كيساوي البي في على الام في، اللي كيساوينا 10 مقسوم على 7.5 اللي كتساوينا 0.75. دابا نرجعوا شويه للدوال. تقريبا هادشي اللي شفنا في هذا المثال غيمكننا من استخراج واحد الداله اسيه المنحنى ديالها هو هذا، وبالتالي واحد العمليه من الدرجه الاولى مع واحد الوقت ميت اللي كتسمى first order process with dead time، وبالاختصار هي الاف او بي دي تي. حتى لهنا كيبان لي واقيلا كلشي مزيان الاخوان. باش ما نطولوش في هذا الفيديو غنحبسو هنايا، والفيديو الجاي ان شاء الله غادي نزيدو نتعمقوا شويه في هذا الشيء وكيفاش نخدموا بهذا الديت تايم وهذا البروسيس كان وهذا لو طون كونستانت، وكذلك هذيك الاف او بي دي تي اللي هي الفيرست اوردر بروسيس ويز ديت تايم، اللي غيخليونا نديروا واحد التحكم جيد في البروسيس اللي خدامين به. اذا الاخوان كخلاصه لهذا الشيء اللي شفنا، تعرفنا في هذا الفيديو على البوكل دو كنترول والبنيه ديالو، تعرفنا كذلك على شنو هو البي في والاس بي والام في، على لابغيفياسيون ديال هاد لي مو حيت راه كنحتاجوهم بزاف باش نقراو الشيما. هادشي ان شاء الله بالنسبه للليكتور ديال الشيما حتى نديرو حتى هو شي فيديو ديالو بوحدو. وخدينا فكره كذلك على شنو هو لو طون كونستانت لو طون مور ولو غان دو بروسيس. اذا الاخوان هادشي اللي كاين في هاد الفيديو، نشوفكم فيديو اخر. كنت اول مره كتشوف هذا الفيديو كيف العاده ما تنساش تابونا، بصراحه ما تنقص لك والو، تكون لنا تحفيز باش نزيدو نعطيو اكثر. الا كان شي اضافه نسينا ما قلناها ما تنساش تدخلها لنا في كومونتير، كذلك اي استفسار خليه في كومونتير. اخوان في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله.